سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم حبيت ستتوقف قلوبكم عن النبض. رامي مخلوف يطل بمنشور مرعب. الرجل الذي كان غويا لم يتوقف منذ سنوات عن إثارة الجدل بعد تضييق الخناق عليه. رامي مخلوف رجل أعمال سوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، يعتبر واحدا من أكثر الرجال نفوذا في المنطقة، وهو يعتبر أكبر شخصية اقتصادية في سوريا والمالك الرئيسي لشبكة الهواتف المحمول المسمى بسرياتيل. هل جن رامي مخلوف؟ بهذه التلميحات والأسئلة اشتعلت الأوساط السورية السخرية خلال الساعات الماضية بعدما نشر من كان يعرف بحوت الاقتصاد السوري منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي في فيسبوك. فقد عاد رامي مخلوف ابن خال رأس النظام في سوريا بشار الأسد للظهور بمظهر منجم من خلال نشر تنبؤاته وتوقعاته، وهو أسلوب اعتمده الرجل الشهير جدا منذ أن تم تضييق الخناق عليه من قبل النظام في سوريا قبل سنوات. ستتوقف القلوب عن النبض، فبات بكل مرة يطل فيها يشعل الأوساط السورية سخرية، وفي جديدها اليوم كلام عن نهاية الحياة، وأعلن أن منشوره هذا يأتي بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستكون بداية لأحداث كبيرة عالمية أجنبية وعربية طبيعية وصناعية غريبة عجيبة لم تحصل منذ 1000 عام وفق زعمه. كما تابع أن تلك الأحداث ستبدأ في شهر رمضان وما بعده من الأشهر وصولا إلى شهر الحج وأحداث بلاد الحج وكل الأشهر التي تليه، وزعم أنه لا يرغب بذكر مزيد من التفاصيل خوفا على البعض من توقف قلوبهم عن النبض. ومنذ نشر هذا الكلام انهالت التعليقات الساخرة على الرجل الذي كان اسما يلمع في سماء سوريا سنوات طويلة دون أن يتجرأ أحد على التعليق حتى، ومن بينها كتب أحدهم باللهجة السورية: رامي جن، أكيد جن، ما في عاقل بيطلع منه هيك، في إشارة منه إلى غموض المنشور.